السلام عليكم يا جماعة، السلام عليكم. لو بتشوفوني يعني صباح الخير او مساء الخير، حسب التوقيت اللي انتوا هتتفرجوا عليا فيه. عاملين ايه واخباركم ايه؟ انا الحمد لله بطمنكم على ايه النهارده. كنت تعبانه عشان كده ما نزلتش فيديو امبارح. الحمد لله النهارده قلت انزل فيديو. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. كنت كاشفه اول امبارح وجبت العلاج وتعبانه، ما كنتش قادره اتكلم عشان عندي القلب. كان الضغط بيعلى فجأة كده ويوطى فجأة. الدكتور يعني الحمد لله يعني قال لي الحمد لله الحالة مستقرة شوية، يعني الحمد لله. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. دلوقتي انا هفطر عشان اخد العلاج. من شوية بنت صحتني ادتني علاج السكر ودلوقتي هفطر. اهو العلاج اللي باخده قبل الاكل. علاج السكر اهو، خدته الاول مرتين في اليوم، خدته وبعدين هاخد علاج القلب اهو. الحمد لله هفطر وبعد كده اخد العلاج. تديني العلاج البنت. الحمد لله. حطوا لي لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس عشان القناه تكبر ليكم وليا باذن الله، وبيكم باذن الله. انتوا اخواتي وعيالي واللي بيتفرج عليا يكون ابني، اخويا، اختي، بنتي باذن الله. احنا اخوات في الاسلام وكلنا يعني في الاسلام باذن الله اخوات باذن الله. ويا جماعه باذن الله والنبي ادعوا لاهل غزه ربنا ينصرهم باذن الله يا رب يا رب يا رب يا رب باذن الله يا رب باذن الله. في الايام المفترجه دي باذن الله ربنا ينصرهم يا رب يا رب يا رب باذن الله يا رب. يفرج الكرب اللي عندهم ده يا رب يا رب باذن الله. تعالوا افطروا معايا بقى، افطار خفيف كده هفطروا ماشي. تعالوا افطروا معايا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا افطروا معانا يا جماعه، فطار خفيف كده عشان اخد العلاج. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اوله واخره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بفطر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اوله ولا اخره اهو. فطرت نص رغيف اهو، بس عشان مش بقدر اكل كتير. وهو هاخد العلاج اهو وهوريه لكم. انا بنتي بتوريه لكم. انا باخد علاج القلب دوت، وفي علاج العظام هاخده كمان شويه. ده علاج السكر ده لسه كنت واخده قبل الفطور دوت اهو. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. اعملوا لي اشتراك ولايك وفعلوا الجرس عشان القناه تكبر يا رب باذن الله كده. باذنك يا رب، بيكم باذن الله هتكبر القناه. وامبارح انا كنت تعبانه والله. وامبارح كنت تعبانه، كانت بنتي عامله عدس باذن الله، وما قدرتش اسجل بقى الصوت بتاعي عشان كنت تعبانه جامد امبارح. طبعا الفيديو الفطار دوت مع فيديو العدس اهو. حطت شويه زيت اهو، بتقطع البصلايه وباذن الله كده شويه عدس حلوين. طبعا احنا كنا مسوين العدس ده وحاطينه في اكياس في الفريزر، يعني بنطلع كيس على قد الوجبه، يعني على قد طبقين 3 كده. يعني اللي عايز يعمل الطريقه ديت هقوله على طريقه على الطريقه بتاعته كده، ويحطه ازاي بعد ما يبرد يبقى يحطه. هقوله على الطريقه بتاعته، يكتب لي كده ويقول لي عايز طريقه العدس التخزين بتاعه. اهي خرطت البصله اهي وحطيتها على بعضها اهي وبتقلبها، وهتقطع قطيتين
هي بنتي تقلب اهي، قربت تتحمر اهي، وبتوريكم القوطه اهي. هتقطعها وتحطها على شويه البصل اهي، واتفرجوا على الفيديو باذن الله كده. رجاء خاص اتفرجوا عليه. ايوه شويه ملح اهو حطيتهم، وهتحط الطماطم باذن الله اهي. اهي حطت القوطه اهي. هتحط مرقه دجاج بعد كده. صلوا على النبي يا جماعه. والله العظيم انا اول فيديو كنت هتحرق، رحت وطيت على الحاجه، وحطت كمون وكزبره، وانا هنا حطيت مرقه دجاج وكزبره وكمون، حطيت ملح وبقلبه بقى اهو. صلوا على النبي يا جماعه. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. اكله خفيفه والحمد لله. اكله ايه مش عارفه ايه بيسموها، كف 100 مش عارفه بيقولوها ايه. والحمد لله يعني الموجود ربنا اهو بيطرح فيه البركه والحمد لله. وكل عيشه ربنا حلوه، وكل اكل ربنا حلو الحمد لله. وربنا ومحدش يعني ايه يقول لي الاكل يعني ده لا وده يعني ده كل حاجه ايه يعني، ده الاكل ده الحمد لله نعمه من عند الله الحمد لله. احنا طايلينه وغيرنا مش طايله الحمد لله. اهي بتكب العدس اهو زي ما قلت، مطلعاه من الفريزر. انا ده بنخزنه، بنعمل كيلو ونسويه وبنعمله بقى على اكياس على قد الوجبه ايه بتاعتنا. انا كنت عاملاه 3 اكياس بس الكيلو او 4 مش فاكره. كل واحد على قد يا بابا ايه الاسره بتاعته بيعملها. معلش انا بهدلت الدنيا. جت تعمل الكيس راح نطر على الشعله الحمد لله اهو. وهتعمل شويه الشعريه ليه عشان احنا بنحبه بالشعريه، وساعات بنعمله بملوخيه. يعني ليه كذا طريقه العدس ده، وطريقه الصعايده برضو بيعملوه بقرنين باميه، يعني كام فص باميه وبتقدح له تومه. يعني انا هعمل لكم كذا طريقه عدس، ليه طرق كتيره قوي العدس ده، تفنني فيه بقى براحتك، تبدعي بقى في العدس. اكله الغلابه دي والحمد لله على اللي يجيبه ربنا. حط شويه ميه اهي عشان ايه الشعريه تستوي مع العدس، عشان هيتقل. لو ما حطيتلوش ميه هيتقل وهيتحرق الحله من تحت اهو. هتحلق لازم اقلبه كل شويه، وبتوطي عليه بعد كده عشان ايه ما يتحرقش ويمسك في الحله. والحمد لله الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعه. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا اهو. شويه عدس بقى، لو انتوا جنبي كنت اكلكم منه شويه عدس زي العسل. طب والله كان طعمه زي السكر الحمد لله. اكله خفيفه والحمد لله. كل يوم على خير جديد، وكل يوم على اكله جديده الحمد لله. استوى اهو، هتكب منه اهو. هتكب لنا طبق، وهي هتكب بقى طبق ليها هي وجوزها بقى عشان يتعشوا، عشان ده عشانه اهو. بطاطس وخيار وجبنه